اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي افضل حال. النهارده طبعا هنعمل مع بعض كده طريقه حلوه قوي للفسيخ. يا رب تعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو كده، يلا انزل اعملي لي لايك، ولو انت مش مشترك عندي في القناه اشترك عشان يوصل، وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني. يا جماعه، بما انكم بتفتحوا الفيديو يبقى حطوا لايك، مش هتتعبي يعني ولا صباعك مش هيجرى له حاجه لو دوست على اللايك. فتعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه. هنا كده انا معايا بوري، ده كيلو 3 سمكيات. طبعا انا جبته غسلته كويس جدا، ورحت كده ايه حطيته في الشمس لحد ما حسيت ان هو ايه نشف، حسيت ان هو بقى مشضط كده. وبتنفخ كمان شويه، يعني بتحسيه اتنفخ كده وبيبقى ناشف خالص. فروحت خدته زي ما احنا شايفين كده، وبنشف الخيشوم بتاعه ده كويس جدا من اي دم. طبعا لازم نعمل الحركة دي، مهمة جدا عشان خاطر السمكة بس ما يحصلهاش حاجات مش كويسة لا قدر الله، وكمان نبقى ضامنين نظافة الايه الحاجة اللي بناكلها، وكمان ما تشربش من الدم بتاعها. فزي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، طبعا انا نشفتها كويس جدا لحد ما المنديل يطلع معاك نضيف. خلاص ما فيهوش دم ولا اي حاجه. خلاص تعرفي كده ان خلاص السمكه معاكي بقت كويسه. ببدا ان انا امسجها، بتتنيها كده يمين وشمال بايديكي. تعملي لها مساج كده خفيف. الحركة دي بتفرق جدا في تسوية السمكة، وكمان بتخليها عاملة زي الزبدة. طبعا انا هعمل الثلاث سمكات بنفس الطريقة، تمام زي ما احنا شايفين كده. طبعا خلاص انا انتهيت هنا كده من السمكة، ان انا يعني نشفته من المية او من الدم اللي كان فيه. ببدأ ان انا اعمل للسمكة كده زي مساج. زي ما احنا شايفين كده. الحركة دي يا جماعة بتفرق جدا في التسوية بتاع السمكة. واللهم بارك، عايزة اقولك ان هي بتبقى وانتي بتاكليها كده بتبقى ما شاء الله حاجة عاملة زي الزبدة. طبعا كيلو الفسيخ بقى بأسعار وهمية، يعني اقل كيلو دلوقتي في السوق موجود من 280 جنيه لحد 500 جنيه كده وانتي طالعة. فالاوفر يعني ان احنا نجيبه بوري زي ما احنا شايفين ونعمله في بيتنا، ضمن نظافته. يعني عايزه اقولك حاجه انت عاملاها بايدك، لكن انت تخيلي بقى. فربنا يعين كل حي على حاله يا رب كده وييسر الامور ويزيح عننا الغمه دي، لان بصراحه احنا بقينا في ايام يعني الله المستعان. المهم عشان ما نتوهش من بعضنا، خليني اقول لكم انا عملت ايه. انا هنا جبت حوالي 4 معالق من الملح، اللي هو ملح الطعام العادي خالص الناعم. لو متوفر عندك خشن هيبقى احسن يعني، بس ده المتوفر عندي. طبعا جبت معلقه كركم صغيره، مش مليانه قوي يعني. وجبت شويه كده من الشطه على طرف المعلقه، ورحت قلبت كل الحاجات دي في بعضها، ونزلت كده بمعلقه زيت طعام، اي زيت متوفر عندك. بتروحي نازله بيه كده ومقلبه كل الخلطه دي في بعضها. طبعا الملح بقى يعني ايه يشرب من الزيت كده، زي ما احنا شايفين كده بيبقى عامل زي رمل البحر. طبعا انا هاخد بقى من الملح ده وهاخد كده في الخيشوم بتاع السمكة. طبعا ما شاء الله شايفين نضيفة وكويسة، وكمان نشفتها كويس جدا لحد ما المنديل بقى خلاص معايا حلو كويس، ما عادش بيطلع دم، ما عادش بيطلع مية الحمد لله. فزي ما احنا شايفين كده انا حشيت السمكة من الخيشوم بتاعها كده وطبعا ايه آه، وبحطه في بقها، احطه في بق السمكة كمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا عايزة اقولك ان في الشتاء بياخد 10 ايام ويبقى خلاص كويس جدا ومستوي جدا جدا، في الصيف بياخد 5 ايام 4 ايام كمان، وتاكلي احلى فسيخ من ايديكي بقى انتي. زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا هعمل الثلاث سمكات بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها السمكية الاولى دي، ان انا هحط في الخيشوم بتاعها آه الملح، الخلطه اللي انا عاملاها ديت يعني، وبحط كده على جسمها كده، وهروح واخده شويه ملح كده في قلب الكيس زي ما احنا شايفين، وهروح ايه حاطه السمكية على دماغها كده في الكيس على الملح،
وهلفها كويس جدا. لك ان تختاري ان انت ممكن تلفي كل سمكية مع نفسها، وممكن تلفيهم التلاتة ايه عكس بعض كده. انا عملت سمكية اهوت، بس انا تقريبا هرجع تاني احطهم في كلهم في قلب الكيس التلاتة، لان طبعا يعني انا مش عاملة كمية، هو كيلو. فطبعا اهم حاجة يا جماعة ان انتوا تخرجوا الهواء من الكيس، تخرجيه منه عشان يبقى مستوي حلو كده. طبعا زي ما احنا شايفين كده، انا حطيته في الكيس اهوت وبلفه. او رجعت في كلامي وقلت ايه، بدل ما استهلك اكياس كتير وكده، هم اصلا مش مستاهلين، يعني كل اما احط التلاتة مع بعض مفيش مشكلة. انا هنا خلاص زي ما عرفتكم يا جماعة، الطريقة ديت مفيش ابسط من كده والله يعني. اتمنى ان انتوا تجربوها وتدعوا دعوة من قلبكم. شكرا للناس اللي بتسأل عليا على الخاص، بتدخلي على الخاص وبتكلمني، بجد يا جماعة انتوا سؤالكوا ده عندي يعني حاجة كده والله ما ليها وصف، والله بجد ما ليها اي وصف. ربنا يخليكوا ويديمكوا نعمة في حياتي. اي نعم انا مقصرة الفترة اللي فاتت دي في تنزيل الفيديوهات وكده، بس والله عشان انا كنت تعبانة اديني فترة وخرجت من تعبي دخلت في تعب ولادي. فانا والله مش عارفة، الحمد لله على كل حال. وراضية بقضاء الله، وكل اللي يجيبه ربنا حلو، واحنا احسن من غيرنا بكتير، فالحمد لله دائما وابدا. بصوا بقى، انا هنا خلاص زي ما احنا شايفين. انت بقى ليك الحرية ان انت ممكن تعكسي مثلا ديل السمكة عند دماغها وهكذا. انا هنا فضلت ان انا احط، لانه ما قلت لكم مش كمية، يعني انا مش عاملة كمية، فانا كده حطيتهم مع بعض زي ما احنا شايفين. خلاص يا بنات، انا كده كنت انتهيت من السمك، ولميته بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. حطيت الثلاث سمكات في قلب الكيس. هبدأ بقى ان انا الفهم كويس جدا، وزي ما قلت اهم حاجة ان احنا نخرج الهواء من الكيس بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وهحطها طبعا في اكتر من كيس وكده والفها واحنا مع بعض اهو. اذكروا الله بقى، ولو انتوا وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا اتمنى ان انت تعملي لي لايك وتشجعيني. اللايك بيفرق معايا جدا والله. آم، وبيوصل الفيديو، يعني بيخليه اكتر عدد من الناس تشوفه وتتفرج عليه. التكفين بقى، لحظة التكفين. طبعا زي ما احنا شايفين كده، تعالى يا يوسف تعالى. طبعا بنقفله كويس جدا. خلاص هنا بقى انا كنت خلاص لفيته في اكتر من كيس وكده، يعني كيس بتاع التلاجة او لبن. ببدأ بقى اجيب استرتش واغلفه كويس، طبعا منعا للهواء وكده يعني. انا عايزه اقول لكم ان الفسيخ ده انا كنت عاملاه في الشتاء، خد 10 ايام بالظبط و... واستوى كان حلو قوي قوي قوي. آه طبعا كنا في عز الشتاء وعز التلج، وبقول لكم خد 10 ايام، ما خدش اكتر من كده، ما سبتوش ولا يوم ولا ساعه كمان اكتر من كده. كان حلو قوي 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 قوي. يعني عايزه اقول لكم بجد، يعني مش هبطل ان شاء الله ان انا اعمله. كل ما مثلا احب ان انا اكل فسيخ او حاجه، انا بدل ما اروح اجيب لي كيلو ب 300 400 جنيه، لا انا اجيب مثلا الكيلو مثلا ممكن يكون ب 120 جنيه او 130 جنيه بوري، على حسب ما يكون يعني سعره. وببدأ ان انا اخلله بالطريقة دي، وزي ما قلت لكم في الصيف 5 ايام، في الشتاء 10 ايام، تاكلي احلى فسيخ. وينفع كمان مشروع في البيت والله، بس مش لاقي حد يشجعني. يعني لو عملتوه مشروع ده حلو قوي قوي قوي، ومكسبه يعني ما شاء الله حاجة وهمية طبعا. بصوا يعني حتى بعد ما غلفته بستريتش وكده، بفضل ان انا الفه برضو في اكتر من كيس زي ما احنا شايفين. رب يكون اخر كيس. خلاص بقى، انا كنت بقول هنا ان انا هسيبه كل يوم، ببدأ اقلبه على جنب، يعني كل يوم بقلبه على ناحية. مش عارفة انا حاطه اكياس كتير اوي كده ليه،
بس هو عامه الفسيخ بيحب الايه الكتمه، تدخلوه شوا كده يعني. حاطه في فرن البوتاجاز بقى، تمام، او اي حته كده تكون انت ما بتفتحيهاش ما بتستخدميهاش كتير، وتركني فيها. انا مش فاكره انا كنت بقول ايه، بس اكيد يعني كنت بقول حاجه بخصوص الفسيخ. بصوا ما شاء الله استوى، تخيلوا. طبعا انا قعدته، آه انا كنت بقى لفيته كمان في جورنان، وبعد الجورنان لفيته في كيس كمان اهوت. أم، طبعا هفتحه بقى. ما شاء الله هو قعد 10 ايام بالظبط زي ما قلنا. كان حلو قوي يا جماعه. آه مش عارفه والله، ما عارفه اقول لكم ايه. كان جميل 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 جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على يا حبيبي يا رسول الله. والله يا جماعة كان زبدة، زبدة. ويكفي بقى ان انت اللي عاملاه بايدك في البيت، دي لوحدها كفاية نظافة. وعارفة انت عاملاه ازاي، تاكلي بنفس كده. شايفين الفسيخ ما شاء الله عامل ازاي؟ كان استوى خالص زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. طبعا لو انت بقى عايزة مثلا ما يكونش مستوي قوي كده، ممكن تفتح عليه مثلا على ايه 9 ايام. حلو اوي 9 ايام 8 ايام، حلو. وما تخافيش على فكرة، مش هيبقى مثلا لا طري ولا ني ولا الكلام ده، لا هيبقى حلو قوي. بس هو كده كان بالنسبة لي جميل. عاوز اقول لكم كمان حاجة، ان هو ما كانش حادق ولا كان عادب، ده هو كان ما شاء الله. كان الحدقية بتاعته مقبولة وجميلة، ولا سقانا مية كتير، ولا بقى احتاجنا ان احنا كل شوية نشرب شاي بقى واكلين فسيخ ولا الكلام ده. طبعا انا هنا خدته وشطفته كده تحت الحنفية. نزلت بقى الملح الزيادة مثلا اللي كان عليه وكده. كنت رشة ملح طبعا على جسمه في الكيس. هبدأ بقى ان انا افتحه كده، وكلي احلى فسيخ يا ست الكل. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، بطنه نضيفة، كانش فيه حاجة وحشة ولا كده زي ما احنا شايفين. انا والله ما كنت قادرة امسك نفسي، كنت عاوزة اكل. يعني انا اصلا من عشاق الفسيخ، يعني انا من عشاق الفسيخ. اما الرنجة دي لو نطقت كده وقالت لي كليني، ولا لا مش هاكلك برضو. زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك. كانت اللحمة بتاعته دايبة 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 زبدة. انا بقول لكم زبدة. بصوا اصلا من كتر ما هي كانت مستوية كانت عاملة ازاي. طبعا بقى ايه. آه مش عارفة كنت اقول حاجة ونسيت، بس ما علينا. اصلا المنظر جوعني، يعني انا نسيت الكلام من كتر ما انا جوعت اصلا والله. ان شاء الله مش تبقى اخر مرة. بصوا اللحمة بتاعته دايبة ازاي. بصل اخضر بقى وليمون